حكيتي على مشروع له علاقة بالهوية مؤخرا، مشاغل بالك واخد وقتك، إمم. وديما أتوقع جزء من الحوار، من الحوارات الكبيرة بتاعنا احنا في الفترة الأخيرة ما بين المصالحة، التعامل مع الوضع، احنا الليبيين كيف نشوفوا في بعضنا وكيف نشوف في هويتنا، الناس اللي برا كيف يشوفوا فينا. أتوقع عندك لها نظرة معينة ممكن تبسط فهم الموضوع. موضوع الهوية هذا طبعًا كان خلال الفترة اللي فاتت تم تكليفنا إحنا لجنة مجموعة من في منا الفنان التشكيلي، في منا المعماري، المؤرخ، الموسيقي، غيرها. آآ المشروع يهدف لإنتاج دليل للهوية البصرية الليبية. إحنا قاعدين في الprocess حاليًا. طبعًا نتفكر أنا في أول اجتماع قُلت لو نبي كل واحد يقول لي مفهوم الهوية بالنسبة لي هو، لو إحنا عددنا 10 حنحصلوا 10 مفاهيم، فإحنا مش حنتوحدوا في مفهوم الهوية. آآ واللي هو شيء طبيعي، مش سيء. ممكن نتقاطعوا، لمّا نقول نتقاطعوا معناها في حاجات مشتركة بيناتنا في المفاهيم هي، خلاص أوكي ناخدوا هي وين ما إحنا تقاطعنا والحاجات المشتركة بيناتنا نزيدوا نأكدوها ونعززوها. بطريقة لازم نكونوا إحنا منفتحين جدًا. يعني المحرمات أو الأوصياء على الهوية أو الأوصياء على كل المجالات، طبعًا في أوصياء لازم حتى هم يعاودوا التفكير في الموضوع الوصاية هذا. إحنا إحنا كمجتمع ليبي، زي أي مجتمع، يعني مرّت علينا أحداث وفترات وأنظمة حكم شكلتنا. واحدة من الحاجات اللي مثلًا خلال رحلة البحث على الهوية الليبية، هذه نحب نأكدها يعني، إن هو أكتر حاجة توحّد الناس الجغرافيا. بما معناه إحنا عايشين في رقعة جغرافية واحدة. شنو موفّرت لي؟ المأوى والمعاش. هو هذا اللي يبيه الإنسان. يعني أنت في الأخير لمّا ما يتوفرولكش هما الزوز حتبحث عن مكان تاني تدوّر فيه المأوى والمعاش. فهذا هو الوطن متاعك ببساطة. إيه. توا مثلًا نسافروا، تتغيّر علينا اللغة، تتغيّر علينا المعتقدات، تتغيّر علينا هلبة حاجات. إيه. لكن نتلاقوا في مكان الخدمة وين ما نسكنوا جيران. إيه. يهمنا إن إحنا نحافظوا على مصدر الرزق هذا، كيف نخلّوه يستمر بحيث إننا نكسب معاش ونعيش بيه، ونحافظ على الحي اللي أنا ساكن فيه ببساطة. الممارسات اليومية اللي قاعدة تصير مني أنا كإنسان، اللي هو المناشط اليومية، هي هذه الثقافة ببساطة. يعني أنا الصبح شنو نفطر، شنو الطقوس اللي ندير فيها، لما يجي العيد شنو ندير كذا. هي هذه الثقافة، وهذه اللي بتعكس مثلا جزء من الهوية. الحاجات اللي تتكرر بصفة يومية أو بمواسم أو بالسنة يعني، بالضبط. تكرار يعني. بالضبط أي. لو نجو نشوفوا بتجرد، نقدروا نوصفوا كل البشر بوصف واحد: جدع وزوز رجلين وزوز يدين وراس. معناها وين المميز، وين الخصائص، وين كذا. فهمت كيف؟ التمييز هنا أو التميز هنا يصير لما نكونوا في مجموعات. نقدر أنا نميز شخص بأنه شعر أبيض لما يكونوا اللي حواليه شعرهم أسود، وبالعكس. إيه. هنا تبدأ مثلا عندك خصائص معينة ما مش عند التانيين في مرحلة معينة، لكن فعليا في العموم نتشابهوا. فاحنا فكرة ان احنا مثلا الممارسة هي اللي قلنا نديروا فيها يوميا تحت بند الثقافة، سواء كانت موسيقى أو أكل أو لباس أو غيره. آه راهي نشتركوا في مع هلبة ناس تانيين. زي ما قلنا الإنسان هو أصلا يتشابه، فحتى ممارساته تتشابه. لبسه يتشابه، عاداته تتشابه. أحيانا ما احنا بدينا حتى تو في الصياغة كلجنة نستخدمه في مصطلح المشهد الليبي.
إيه المشهد الليبي اللي هو فيه عدة عناصر أحيانا صعب إن هي تتكرر مع دولة تانية أو مع أمة تانية. يعني لما نجي نقولوا الزي الليبي هو ممكن يشابه راي للزي المصري في جهات معينة، مثلا خلينا نقولوا احنا من من شرق ليبيا إلى غرب مصر حيتشابهوا، هذا طبيعي. ومن غرب ليبيا إلى شرق تونس حيتشابهوا، هذا بشكل طبيعي. سواء كانت في اللهجة، سواء كانت في شوية عادات، سواء كان في اللبس. لكن صعب يتلاقى مثلا اللبسة مع الأكلة مع النخلة مع الخلفية مع حرارة الشمس، نحن نتشابهوا كلنا بنفس المشهد. هو أحيانا فيه عنصر أو اثنين يختلفوا، هذا اللي يخليك أنت ليبي مثلا. إيه موضوع إنه هو مثلا لازم نعرفوا أصل الحاجة باش نقولوا هي متاعنا. ما فيش حد يملك الحقيقة المطلقة اللي يقول هذه أصل الحاجة. كيف بنعرفوا احنا نجتهدوا نقولوا إمم. كذا كذا، هذه عرفت في ليبيا من سنة كذا كذا. هي الفكرة في الاستثمار في الحاجة، هي أكثر من إنك أنت البحث عليه أول واحد مارسها. يعني أنت لو العربة الجرمنتية لقوها في آلاف السنين في ليبيا وأنت تعتبر فيها مصدر فخر، وظفها بحيث أنها هي تكون فعلا مصدر فخر. لكن هي بتجي أنت تبحث على أول واحدة أصناع العربة واندكرت في كتاب معين وتمت القصة، لا ما تمتلكش. إمم. اللي يمتلك اللي تمارس فيه. الأول معاش قضية هذه. مش موضوع، لأن ما فيش حد يملك راه يقول إنه هو هذه أول واحد دارها. بس في حتى صراعات على حاجات مثلًا من ناحية أصول الأشياء وتوظيفها، ديما في صراع مستمر مربوط بالهوية، اللي مثلًا الحمص في الشام ديما في